السلام عليكم شباب، شلونكم؟ عساكم طيبين. بالنسبة للخنافس القبابي راسلوني شلون نزيد طريقة إنتاج الخنافس وشلون نحافظ عليه. شباب، هذا الخنافس اللي تشوفونه صار له عندي من 2019 ولحد الآن. اشتريت ربع كيلو وجاي أكاثر بيه، والحمد لله والشكر. من الربع كيلو صار عندي 6 حافظات، وغير اللي بعت من عنده وجاي أنطي من عنده البلابل. ما شاء الله. شباب، أول ما تجيب الخنافس القبابي تجيب حافظة، ماشي، تحط بيها علو 2 إلى 3 أصابع شوفان أو نخالة مال طحين، يا أما شوفان يا أما نخالة، وأفضل الشوفان أحسن، لأن النخالة تصير بيها دودة أو القويلة مالت الطحين. هاي القويلة أو الدودة تتغذى على البيض مالت الخنافس، فراح يقل عندك الإنتاج، ما راح تشوف إنتاجك راح يصير قليل. ماشي. من تحط شو اسمه الخنافس وتحط لهن الشوفان او النخاله، قص لهم بوتيتا او جزر وحطه فوق الشوفان يتغذن عليه، يمتصن الرطوبه او الماي بالجزر او البوتيتا. اذا ما خليت بوتيتا او جزر راح يتغذن على البيض مالتهن، من يبيضر راح يتغذن على البيض مالتهن، راح يشوف انتاجه كلش قليل، يعني ما خلي لهن انت بوتيتا يتغذن عليه. اذا شفت صار عندك انتاج دود ويا خنافس، تحب تعزل الدود عن الخنافس تحطهن في حافظة بوحدهن مو مشكلة، تحب تخليهن سواها مو مشكلة، بس تنتبه كل بين فترة تباوعهن. إذا شفت تحول يرقة مثل هاي تعزلها عن الدود والخنافس. شوف، هذا تعزلهن، لازم تعزلهن. إذا ما عزلتهن هذا الخنافس راح يقرص أو راح يبدي يتغذى على هذا اليرقات إذا ما لقى أكل، وراح يقل عندك الإنتاج. شوفوا، أنا مسوي حافظة خاصة لليرقات، اخذ اليرقات منه اخليهن هنا حافظة بعيدة عن الخنافس وعن الدود، يتحولن براحة. نشوفوا هسه عندي هنا متحولات وهنا متحولة، هسه احولهن لهاي الحافظة. من يبدي يتحول هنا خنافس ويا اليرقات اشيل المتحولات من الخنافس اخليهن بهاي الحافظة، وظل كاثر. ما اعطي الدود مالتي كله للبلابل او غير طيور، لا، خلي لي حافظة واحدة انطي من عندها للطيور والباقي كاثر من عنده. ماشي. تحياتي لكم وحياكم الله.